بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب واشتركوا في القناة. ويلا فعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بجد أنا تعبت. مش معقولة بقى التحكم ده. انت عايزة مني ايه؟ ايه ده؟ انت مالك كده بتتكلمي معايا كده ليه؟ وصوتك عالي كمان عليا. ماشي، اما يرجع بقى اخويا يبقى يشوف صرفة معاكي. انت اللي هتشوفي معاه حل. ده انا لما يرجع اخوكي انا اللي لازم اشوف حل معاه. امال نهلة هانم فين بقى ان شاء الله؟ محدش شافها يعني النهارده. اصلها نزلت سلمت على ماما وبعد كده راحت بيت اهلها. كده من غير ما تقول. هي برضو بتعمل اللي في دماغها. مش هاممها حد يعني. وتقولك ليه يا بنتي؟ ما هي مستأذنة من رامي اخوكي. بقى كده. ماشي، انا بقى هعلمها ازاي ما تعملش حاجة تاني الا لما تاخد اذني. ازيك يا رامي يا حبيبي؟ كنت عايزة اقولك على حاجة ملحقتش اقولها لك قبل ما تسافر. خير يا فرح؟ محتاجة حاجة؟ ولادك كويسين؟ لا يا حبيبي، انا ولادي كويسين. بس كنت عايزاك تاخد بالك من نهلة مراتك. اصل هي كل شويه تخرج وتدخل عند مامتها. طب وفيها ايه؟ ما هي بتبقى قايله لي قبل ما تروح اي مكان او قبل ما تخرج. بص يا رامي، اصل انا عرفت كده بالصدفه. كنا قاعدين نتكلم الاسبوع اللي فات. لقيتها متصاحبه على شله ستات. بصراحه هما مش كويسين. فانا خفت عليك لحسن بيتك يتخرب. اصل الست هي اللي تفسد الست اللي زيها. ماشي يا فرح، انا هبقى اشوف الموضوع ده بعدين. انتي ايه اللي انتي قلتيه ده لاخوكي؟ حرام عليكي. هتبوظي الدنيا وتعملي مشاكل بينه وبين نهلة. ليه كده يعني؟ عشان كل ده مش ماشية تحت طوعك؟ اسكتي انتي مالكيش دعوة. انا بقى خليها تمشي تحت طوعي. وياكي تقولي لاخوكي حاجة. اسمعي يا نهلة، من هنا ورايح مالكيش خروج من البيت الا وانا معاكي. ولو انا مسافر فرح هي اللي تخرج معاكي. وما تخرجيش لوحدك الا بعد اذن فرح. في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت من ساعة ما رجعت من السفر وانت عمال تتخانق معايا. ووصل كمان انك تمد ايدك عليا وانا ما بتكلمش. لكن توصل انك تشك فيا وتخليني كمان استأذن من فرح وهي تتحكم فيا. انا مش هقبل بالوضع ده. انا همشي ورايحة عند بيت اهلي ومستنية ورقتي. فرح، انا عايزك تشوفيها عروسة تبعك، تكوني واثقة فيها. لازم اتجوز عشان ست نهلة تحس بقى بعد ما طلقتها اني لقيت اللي احسن منها. بس كده. من عينيا يا حبيبي. احلى عروسه. حرام عليك يا فرح، انت ايه؟ بعد ما طلق مراته كمان هتجيبي له عروسه؟ هو انا مالي؟ مش هي اللي صممت على الطلاق؟ انا كنت عايزاها تسمع كلامي بس هي اللي صممت تخرب بيتها بايديها. كانت لازم تعمل كده. مش انت اللي خليتي اخوك يشك فيها ويمد ايده عليها كمان؟ بس خلاص بقى انا مش قادره. انا لازم اقول لاخوكي كفايه قوي كده. انت عارفه لو قلت لاخوكي حاجه ما هيصدق وهيبعد عننا وهيسيبنا. مش هيعرفنا تاني. فيا ريت بقى خليكي في نفسك. ماما، انا محتاجه اتكلم مع حضرتك شويه. خير يا سهى؟ في ايه؟ مالك؟ والله يا ماما هو ده اللي حصل. بس انا خايفه احكي لرامي لحسن يقاطعنا. ولا فرح تكدبني، ما انت عارفاها دي قويه. بس انا ضميري بيأنبني ومش عارفه اعمل ايه. ازاي يا سهى يا بنتي؟ ما تحكيليش كل ده من الاول. حرام عليكوا البنت. دي غلبانه. وكمان خربتوا بيتها. بس معلش، انا هعرف اتصرف ازاي مع فرح. ايه يا فرح اللي انت عملتيه مع نهله ده؟ انا سهى اختك حكيت لي على كل حاجه. ايه يعني؟ هو انا عملت فيها حاجه؟ هي اللي ما سمعتش الكلام. تستاهل بقى. حرام عليك يا بنت الظلم ده. وبعدين اختك مش ناويه تسكت. هتقول لاخوك. طب خليها بقى تقول له. وشوفي انا هعمل لك فيها ايه. وانا بقول لك كمان اي حد فيكم هيتكلم انا مش هسكت له. رامي، انا حكيت لك على كل اللي حصل واللي سهى قالته لي كله. وانا كمان سجلت لاختك فرح عشان انا عارفه ان هي هتكذب كل كلمه اي حد يقولها. حرام عليك يا امي. وليه ساكتين كل ده وانتوا شايفين ان انا بظلم بنت الناس؟ انت عارف سهى اختك غلبانه وملهاش ذنب. وبعدين كانت خايفه من فرح. انت عارفها ان هي جباره.
وانا مكنتش اعرف، واول ما عرفت قلت اقولك. وبعدين بقى ما ترميش الذنب علينا. انت اللي غلطان ان انت سلمت ودانك لفرح اختك من غير ما تتأكد من كلام مراتك وظلمتها. عندك حق يا امي، انا اللي غلطان. والشيء الوحيد اللي يخليني اسامح سهى ان هي اعترفت بالغلط، وهاخدها معايا عشان نرجع نهلة. اما فرح، انا بقى هعرف اتصرف معاها ازاي. الحمد لله يا سهى، نهلة وافقت انها ترجع لي تاني بعد عذاب. بس اهم حاجة شرطة ان احنا لازم نسيب البيت ومحدش يرجع يتدخل تاني في حياتنا. الحمد لله يا حبيبي ان هي وافقت تسامحك وترجع لك. ربنا يهدي سركم يا رب. بس بصراحة انا زعلانة ان انت هتخرج وتسيب البيت. انا ما اقدرش على بعدك. بس هو بصراحة حقها، وربنا بقى يعيننا على فرح وانت مش موجود معانا. ايه ده يا رامز، انت برضه هترجع نهلة؟ مفيش فايدة يعني؟ بص يا فرح، انا كل ده متجنب ومش عايزة اتكلم معاكي، بس لازم تقفي عند حدك. وعلى فكرة انا مش ساكت ضعف، لا، ده احترام لامي. مش عشان انت يعني متطلقة تخربي بيوت الناس كلها. اتقي الله شوية عشان ربنا ما يردوش في عيالك بعد الشر. ومن هنا ورايح لازم تلتزمي حدودك وتحترمي البيت والناس اللي انت قاعده معاهم. لا اما يا ستي امشي وروحي بقى شوفي مكان اقعدي فيه لوحدك. وعلى فكره لازم تعرفي ان دعوه المظلوم مفيش حجاب عليها. والكل اللي بيسمعونا، بلاش نتدخل في حياه حد عشان ما نخربهاش. وعلى فكره دعوه المظلوم لا ترد. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حكايتنا ما انتهتش. استنوني في قصه جديده. بحبكوا قوي.